صباح الخير. النهاردة هنعمل طريقة همبرجر، طريقة لذيذة جدا وهنعملها في البيت. بس لو أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولو عجبك الفيديو. أول حاجة هنبتدي على الوصفة على طول. أول حاجة دلوقتي أنا جبت كيلو لحمة مفرومة، طبعا بيبقى عليها زي 25% دهن. لازم لحمة البرجر يبقى فيها دهن. لازم أول حاجة توم باودر، وبودر بصل وبابريكا وفلفل اسود، وحطينا زي كيس لبن نيدو. اللبن النيدو دوت طبعا بيطعم مع البرجر، بيبقى طعمه حلو جدا. وحطينا ربع معلقه بيكنج باودر، وهنحط خلطه الهمبرجر. خلطه الهمبرجر ديت لو ما عندكيش ممكن نحط بهارات لحمه. وبعد كده حطينا ذرة ملح بسيطة جدا عشان خلطة البهارات بتبقى فيها ملح شوية. وبعد كده حطينا زي 6 معالق بقسماط ناعم. بصوا بقى هنحط ايه، بياض البيضة. بياض البيضة دوت بيخلي اللحمة معايا تمسك وما تفكش معايا وانا بقلي ايه في الطاسة. وبعد كده طبعا هنحط ايه زي 6 معالق طحينه وهنقلبهم كويس جدا. الطحينه دي بتخلي اللحمه من جوه جوسي وطريه ومستويه، وبتبقى بصراحه طعمها تحفه. جربيها بجد هتعجبك خالص. وبعد كده هننزل طبعا الطحينه وبياض البيضه مع بعض وهنقلبهم كويس خالص. وهتشوفي دلوقتي مجرد ما هعمل كوره كده هتلاقيها ماسكه حيلها، ولا حطيتها في الفريزر ولا اي حاجه. عندنا الآلة اللي هي بتاعه البرجر ديت، بصوا ماسكه حيلها ما شاء الله. جبت كيس التلاجة، قسمته 4، وبعد كده هحط طبعا الكيس في الآلة نفسها من تحت واللحمة فوق الكيس. وبعد كده هضغط بالآلة وديها طلعت معايا اهي، شكلها تحفة. هنعمل واحدة مع بعضينا، الآلة من تحت وفوقيها الكيس وفوق الكيس اللحمة، ونبتدي كده ايه نبطط كده بإيدينا وندوس بالآلة، والشكل طلع معانا وزي العسل. هنعمل واحدة بقى ايه، ده الغطا بتاع البرطمانات. انا لو ما عنديش الآلة طب اعمل ايه، هنتصرف. هنعمل بالغطا بتاع البرطمانات زي ما انتي شايفة كده، وبعد كده احطهم في الفريزر زي 10 دقايق ربع ساعة. هو ده الشكل اللي ما بينهم، لكن دي طبعا متقرصة ودي طبعا متقرصة. بس كده هوريكم واحدة تانية اهي. اي فروغات هنحط حتة لحمة ونزود كده ونبطط كده بايدينا لحد ما الآلة بتاعتنا كلها ايه تتملي معانا. طيب دلوقتي لو انا عايزه ازود وعايزه اعمل مشروع الفول الصويا، بيبقى عند العطار. تمسكيه تنقعيه في ميه وتصفيه بعد ربع ساعه تلت ساعه، وتنزليه على اللحمه المفرومه في كبه بقى او بايدك كده، وتفضلي بقى تدعكي كويس جدا. هيزيد معاكي طبعا اللحمه مع الفول الصويا كده. طب لو انا مش عايزه احط فول صويا، عشان طبعا في ناس بيبقى عندهم مشاكل من الفول الصويا، عندهم انيميا الفول. بصوا هنا كده خلاص بعد ما اتحط في الفريزر، بصوا ما شاء الله طالع احلى من بره كمان، شكله حلو والهمبرجرايه ماسكه حيلها. نيجي بقى هنا حطينا كاتشب وحطينا مستردة، قلبناهم كويس جدا مع بعض. وطبعا احنا قبل ما نبتدي نعمل اي حاجه في البرجر كنا مقطعين الطماطم والفلفل الالوان، ومقطعين بصل جولياني، ومقطعين خس اللي هو ايه الكابوتشا. طيب نيجي بقى في طاسة حطينا فيها معلقتين زبدة وحطينا عليهم شرائح البصل. البصل ده بصراحة لما بعمله بالطريقة ديت بيبقى متكرمل وطعمه حلو جدا جوه ايه الهمبرجراي. نيجي بقى في طاسة غير لازقة حطينا فيها البرجر، وبعد كده خلاص شلنا الكايزر مطرح ايه ما احنا ما عملنا البصل. بس كده طريقة حلوة جدا وبجد والله هتعجبك. الصوص البني دوت انا كنت حاطة دبس رمان. دبس الرمان بيدي مزازة كده في بصي هوريك اهو، بيدي مزازة في البرجر، بتبقى بصراحة طعمها حلو وبيطعم الهمبرجراية معايا. ولو انت ما عندكيش دبس رمان مش ضروري انك تحطي. حطينا بقى ايه الكاتشب على المستردة الاول على وش الكايزراية من تحت ومن فوق. طب انا لو ما عنديش، بصوا مستوية وتحفة، وبصوا بتتكلم لوحدها، هتعجب جدا والله العظيم الولاد. وقومي بقى تشجعي واعملي للولاد وبسطيهم بقى. حطينا الخصاية وحطينا البرجر وحطينا، بصي الشكل اللي انت حابة تعمليه اعمليه، ده بيرجع لذوقك انت. هنعمل واحدة تاني. انا كنت عاملة واحدة كده من غير جبنة، هوريكم برضو الشكل التاني. حطينا ايه المستردة مع الكاتشب مع بعض. طب لو انا ما عنديش مستردة ولا كاتشب وعندي طحينة، اعملي طحينة وحطي.
وحطي بعد كده بقى ايه، بصوا انا الجبنه دي بصراحه، انا الجبنه بتاعه البرجر غاليه جدا، ال20 واحده عاملين 140 جنيه. ينفع تحطي جبنه فلامنك زي ما انا ما حاطه كده، ممكن تحطي جبنه موتزاريلا، ممكن تحطي جبنه رومي. مش حابه تحطي اي جبن، بس هو بس الجبنه بس بتدي شكل طبعا وطعم شويه. طب انا لو مش عايزه احط اي حاجه واوفر، ما تحطيش اي جبن، هو البرجر مع شويه الخضار مع كيس كاتشب كده صغير وخلاص خلصنا الوصفه بتاعتنا. ادي بالنسبه للجبنه اللي انا حطاها على البرجر علشان ايه، تبقى طريه كده معايا، الجبنه تبقى مشدوده كده معايا جوه البرجر. حطينا ايه المستردة والكاتشب على البرجرايه، وبعد كده هنحط الهمبرجر ونحط بقى ايه الخضار بتاعنا. طريقة بجد حلوة جدا. بصوا ادينا بنحط البصل المتكرمل، بيدي بصراحة البصل المتكرمل ده بيخلي البرجر من جوه متطعم، طعمه حلو كده، غير البصلاية اللي احنا بنقطعها خضرة كده وبنحطها. جربيها بجد هتعجبك. الكايزر برضو لما بصراحة بنحطه في الطاسة بمعلقة زبدة كده، الكايزر بيبقى متطعم، بيبقى طعمه حلو قوي بجد هيعجبك. ودي طبعا سر طبعا الخلطة اللي احنا عاملينها النهاردة ببياض البيضة بالطحينة، الهمبرجراية من جوه بتبقى جوسي، بتبقى طعمها حلوة جدا بجد هتعجبك جدا. وبسيتي الولاد ووفري بقى وما تجيبيش حاجة تاني من الشارع، واعملي كل حاجة في البيت. ولو انت حابة الولاد لو ما عندهمش اي مشاكل من الفول الصويا وحابة تعملي كمية في البيت وتشيليها في الفريزر، زودي فول صويا او زودي بقسماط ناعم. ويا ريت تعملوا لي اشتراك، ويا رب تكون الوصفة البسيطة ديت عجبتكم. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.